السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة البساطة مع حنان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحرشة في الفران اللي كتجي زوينة وبمقادير اللي بسيطة. في اخر لحظة وجديها للكوتي ولا الا جا عندك شي حد على غفلة دغيا توجد وبمقادير اللي موجودة في كل بيت ان شاء الله. اللي عجبوا الفيديو اليوم ما ينسانيش من واحد اللايك، وشكرا على الدعم ديالكم البنات. شكرا بزاف لكاع الناس اللي يدعموني وكيكتبوا لي تعاليق زوينه ومحفزه، كنشكركم كاملين وكنتمنى هذا الفيديو اليوم يعجبكم. راه الصراحه حرشه اللي زعما تستحق تجربه، خفيفه ومقادير اقتصاديه. عندنا هنا في المقادير 3 البيضات وكاس الحليب وكاس ديال السميده رقيقه ونص كاس ديال الكوك وكاس معامش ديال الزيت وكاس معامش ديال السكر وواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. هادشي اللي عندنا في المقادير، راه مقادير اللي بسيطه وزعما الحرشه دغيا كتوجد. صافي كندير هاد المقادير كامله من غير هذيك الخمارات، كلشي كنطحنو في هاد الماكينه وصافي. اللي ما عندوش هاد الماكينه هذا المولينكس يدير في بالفوي عادي، غير هي هذه راه كتجي حسن حيت كطحن هذوك المكونات كامله مزيان كيطحنوا وكيجي الخليط اللي كيكون هكا متشرب ورطب. وزعما يعني السميده كتبغي، راكم عارفين، كتبغي تشرب هاد السوائل. هادشي اللي كاين. كندير هادشي كيف قلت لكم كامل وكنطحن مزيان وها هو الخليط موجود. يعني راه دغيا هاد الحرشه في اخر لحظه توجديها. كنخلي هذوك الخمارات حتى كنطحن مزيان هاد الخليط، عاد كنطحنهم هما في الاخر شويه وصافي ها الخليط واجد. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اليوم، وما تنساونيش البنات من واحد اللايك. الله يجازيكم بخير، وكنتمنى تجربوا هذه الحرشه اكيد حيت خفيفه دغيا توجد. وراه المقادير راهم كيف شفتوا، راه يعني مقادير اللي بسيطه. كنضيف هاد الخمارات دابا وكنطحن واحد شويه وصافي وكنحبس. كنجيب طاوه هنايا اللي دهنتها بالزيت وبسميده وكان نوضع هاد الخليط فيها. الخليط راه كيجي خفيف حيت السميده راه كتشرب كيف كتعرفوا، راه يعني راه غادي تشرب من بعد. صافي كنصاوبوا هاد الخليط في هاد لاطا وكندخلوه للفران. كطيب هاد الحرشه عادي، راه كلشي كيعرف يطيب الحرشه تبارك الله ما شاء الله، كلشي كيعرف يطيب. المهم نشاركوا معكم حويجات هكا بسيطه وصافي. ندوزو هنايا لاصوص فاش اللي غادي نسقيو به هاد الحرشه. عندي هنايا 2 كيسان الحليب وواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر وواحد 10 المربعات ديال الشوكولات وواحد المعلقه صغيره ديال النشا و2 معالق كبار ديال السكر سنيده. النشا غادي نديرو غير شويه باش ما يتجمعش لنا الخليط، حنا بغينا غير هكا يعني يكون خليط داير شويه عاقد شويه وصافي، ماشي حنا بغينا صوص باش نسقيو هذيك الحرشه. ما نكثروش النشا، غير معلقه صغيره تكون ما عمراش كاع بزاف احسن. كنخلطوا هادشي مزيان في هاد الكاسرونه وهو بارد حتى كيتخلط مزيان، وكنوضعوه فوق البوطه حتى يعقد. نبقاو نحركوه حتى يغلى لينا داك الحليب، ماشي غيعقد، غادي يغلى لينا الحليب. وكنحطوه وكنزيدوا هذوك المربعات ديال الشوكولات وكنحركو مزيان وكنخليو هاد الصوص يبرد. ملي كنجبدوا الحرشه سخونه من الفران كنقطعوها هكا مربعات او لا الشكل اللي بغيتو، وكنسقيوها مزيان بهذا الصوص وكندخلوها كتبرد في الثلاجه حتى كتشرب وكتبرد مزيان وكتشد راسها. وكنزينوها، التزيين راه كيبقى اختياري. وهذا الشيء اللي كاين، راه حرشه اللي كتجي بسيطه ودغيا توجد وفي متناول الجميع، كل شيء صوبها.
للكوتي، ولا الا جا شي حد على غفله دغيا تنوضي توجديها. هادشي اللي كاينه البنات. كنتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، وما تنساوناش من اللايك البنات، عافاكم ما تنساوش اللايك وشي تعليق زوين علاش لا ومحفز. وشكرا للناس كامل اللي كيدعموني، شكرا لكم كاملين. وان شاء الله يعجبكم الفيديو كيف قلت، ونخليكم مع تتمه الفيديو. صافي راه هاد لاصوص غادي نخليه يبرد وغادي نجبد كيف قلت لكم الحرشه. هنايا الحرشه قطعتها كيف قلت لكم وبديت كنسقيها، عاد تفكرت المهم كنبقى نتقبها مزيان هكا باش تخلينا داك الصوص ديال الشكلاط يدخل في الحرشه مزيان هكا. كنشربوها وكنخليوها تبرد عاد كنزينوها. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم، وما تنساوناش من اللايك البنات. وشكرا على المتابعه اللي وصل حتى لهنا كيتفرج حتى لهنا، كنقول لك شكرا بزاف على الدعم ديالك. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. شكرا لكم كاملين ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.